في المغرب الا كنتي فقير دوز الحبس ولا كنتي لاباس عليك والله لا دوزتيه. هذا هو الشعار اللي هزو اغلب الناس في السوشيال ميديا مورا ما سمعوا القانون الجديد اللي اقترحه وزير العدل وهبي وصادق عليه البرلمان اللي هو قانون العقوبات البديله. كاين اللي فاش سمع هذا القانون قال لك البلاد مشات حمادي، واللي قال لك الاجرام غادي يكثر والحباسات غادي يعمروا غير بالفقراء، وكاين اللي جاهم من الاخر وقال لك هذا القانون جا باش يحمي الناس اللي لاباس عليهم وما يعاودوش يدخلوا للحبس. حتى من السجن ولا خاص غير بالفقراء وماشي الاغنياء. بعد المليون و40 الف ريال وهو الغني خارج. دوز انت الحبس البوفريه، الحبس ديالك وجه الحبس. عاد نزيدوا اللعيبه ديال اللي تشد 20 نهار ب 100 درهم، فقراء كلشي تا زمان مارت، اغنياء على برا. معلم القانون اللي غيديروا دابا الا كان غير حنا اللي دار شي كارثه نخلص ونخرج، نمشي نقتل ونخرج، هذا الشيء ما خدامش. هنا القانون تفصل على مالين الشقراء، اي عند الحبس غادي يمشيو لها الفقراء، يعني انا عندي فلوس ندير اللي بغيت، نقتل نجرح نذبح ندير كسيده الى اخره، ولكن ديتي في جيبي انا غادي نشري العقوبه، ولكن الناس الفقراء راهم غادي يمشيو للحبس. السجين ممكن يشري يعني السجن ديالو وعطى واحد المقترح انه يدير لي واحد السوار الكتروني باش انه يرجع للسجن من غير ذلك، فهذا ليس غريبا على وزير العدل لانه يريد ان يشرع للفساد. الوطن الحبيب ولا الناس اللي لاباس عليها، عندك الفلوس غتقدر تعيش ودير جريمه تخلص على الجريمه ديالك، ما كاينش الاشكال. ولا كنتي فقير انت اللي غيدار لك الحبس، انت اللي غدار لك القرار، انت اللي غيدار لك كل حاجه خايبه. من بعد ما سمعتي هذا الانترو واش هذا القانون بصح فيه هذا الشيء؟ شوف في هذا الفيديو هذا بغيتك تركز معايا مزيان ومزيان ديال مزيان، ما تحكم على حتى شي حاجه حتى يسالي الفيديو فيه بزاف ديال المعلومات وبزاف ديال التحليلات ما يمكنش تحكم عليه من الدقيقه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه حتى يسالي، باش ما تكونش انت بحال دوك الناس اللي قراو الايه ديال ويل للمصلين وحبسوا وفهموا الايه غلطه. الو صديقي، باش تكون عندك واحد الفكره مزيانه وتعرف مزيان علاش كندوي، سالي الفيديو وديك الساعه تقول اللي بغيتي. وفي الاخر عندي لكم واحد البلان واعر ديال بصح. انا من بعد ما طلعت على القانون العقوبات البديل اللي داروا السيد الوزير وهبي لقيت بان بصح البلان شويه مشكك وخصو يتفرتت باش نقدروا نفهموه. باش نجاوبوا عليه انا ندير واحد الطريقه مزيانه، ندير واحد مجموعه ديال الاسئله وهذوك الاسئله غادي نجاوبوا عليهم واحد بواحد. اول حاجه، واش هذا القانون دار غير الناس اللي لاباس عليهم؟ لا، في القانون هذا دار الناس اللي لاباس عليهم والفقراء، يعني اي واحد عنده الحق يشري ايام ديال السجن. مثلا نقدروا نقولوا الناس اللي لاباس عليهم يشريوا ب 2000 درهم، الناس المتوسطين يشريوا ب 1000 درهم، والناس اللي ما عندهمش 50 درهم. وإلا ما عندكش ديك 50 درهم في هذا القانون دايرين كتبقى عليك مقيده، فهمتي، ما كتخلصهاش وكتنوب عليك الدوله حتى كترتكب شي ملي خرجتي الزنقه ودرتي شي مونتيف كيعاودوا يردوك وكتخلصها. وإلا خلصتي الفلوس شحال ما خلصتي وخرجتي ودرتي مونتيف راه كتعاود ترجع وهذيك فلوس ضاعت لك. غتقول لي واه الجرائم يكثروا بحال هكا ولي بلاتي بشويه. واش اي جريمه تقدر تشري فيها الحبس؟ لا بتاتا. ماشي مثلا خويا تمشي دير لي سطو مسلح ولا تمشي دير شي جريمه كبيره بزاف و90 10 نهارات، كاينش هادشي. اون فوا كدوز الجنايات مابقاش عندك حق في هذا القانون، وعندك فيه مره واحده في الحياه راه تعاودها ما يعقلكش واحد دوز المده الزمنيه السجنيه ديالك. جرائم متعلقه بامن الدوله والارهاب، الاختلاس او الغدر، الرشوه، استغلال النفوذ، تبديد الاموال العموميه، كاين غسل الاموال، الاتجار في الاعضاء البشريه، ثم الجرائم العسكريه والاتجار الدولي في المخدرات والاتجار في المؤثرات العقليه الخطيره، ثم الاستغلال الجنسي للقاصرين او الاشخاص في وضعيات إعاقة. وعاد هذا القانون هذا عنده شروط. الشرط الاول هو ان ذاك المنتيف اللي درتي ديك الجريمه اللي ارتكبتي خاصك تجيب تنازل من عند دوك الناس. الحاجه الثانيه هو انه من يدخل للسجن خاصو يبين حسن السلوك ديالو، انه ما داخلش باش كيدير الفوضى وكذا. عاد كدوز المرحله ديال انك تشري الايام السجنيه. كاين اللي يقول لي وراه قال لك واحد الناس اللي لاباس عليهم اللي عنده شركه اللي يولي قايب شي بات في الحبس بالليل ونهار خدام. اوكي، عندك واحد عنده شركه خدامين فيها بزاف ديال الناس، الا دخلتيه للسجن هذوك الناس غادي يضيعوا. ولكن راه مازال هنا كاين واحد الشرط ان الجريمه اللي دارها خاصو ياخذ عليها تنازل، يعني مثلا الا اختال شي فلوس يردها. عاد كيعطيوه انه يقدر انهم يديروا له البراسلي وكيولي كيدور في واحد النطاق اللي ما خصوش يخرج ليه، وعنده دار الخدمه، خدمه دار الخدمه. كيفاش عاوتاني البلان ديال الاعمال الاجتماعيه ديال الواحد ما يضربش الحبس ولكن يدير اعمال اجتماعيه. كزو معايا حتى في هاد اللعيبه هذه. كاين بعض الناس اللي كتكتاب عليهم الجريمه هو ماشي مجرم، وهاد المساله بوليس راه كيعرفها مزيان. كاين بوليس كيقدر يشوف شي واحد يقول لك هذاك شي نهار يجي لعندنا. وكاين هذاك اللي كتكتاب عليه الجريمه هو ماشي مجرم، ما عندوش عقليه ديال المجرم، نهار يدخل الحبس ما يخرجش بنفس العقليه. راه ملي كتدخل الحبس راه خصك تولي معاهم كيف ما هما باش ما ياكلوكش. وهذا الشيء علاش السجون ديالنا ملي كيدخل لهم شي واحد كيخرج مجرم اكثر من فاش دخل النهار الاول. والحبس في المغرب راه الحبس راه خطر في المغرب، بالمنظومه الامنيه اللي عندنا في المغرب وداك الشيء كامل بالحبسيه واحد الوقيته قدروا انهم يدخلوا الشراب للحبس
الحبس والترامادول. كيفاش كانوا كيديروا؟ كيشد فوطه دارهم هادشي اللي كيديروا، كيشدوا فوطه وكيخشيوها مثلا في الشراب، كيخليو ديك الفوطه كتجمع داك الشراب وكيخليوها تنشف وكيدخلوا له الفوطه. داك المسكين الحارس كيقلب ما كيلقى والو. منين كياخذوا ديك الفوطه وكيدخلوا لداخل، كتوصل عندك الفوطه كدير سطال فيه شويه الماء ولا كوكا ولا شي لعيبه كتلوحها فيه في الزكا حتى كيطلق داك الشيء مزيان، كتعصرها مزيان كتحيدها كتشرب كاو تكنيك. تخيل العقليه الاجراميه اللي كاينه لداخل وغتدخل انت اول مره بز منك كتفورماطا كتولي مجرم، حيت الا ما بينتي لهمش بان انت كاين فهمتي وتولي بنفس العقليه غيركبوا عليك كتولي جفاف في الاخر تلقى راسك بلانطو. والناس اللي بغاو يفهموا مزيان على التاثير ديال السجن على العقليه ديال المستجدين الباجده، كاين هاد الافلام هادو تقدروا تفرجوا فيهم وتعرفوا مزيان التاثير ديال السجن على العقليه ديال المسجون. زائد كاين المذكرات اللي كنكتبهم محمد سقراط على التجربه السجنيه ديالو، واعر بزاف، كنصحكم انكم تقراوها. يكفي انك تكتب مذكرات محمد سقراط وغادي يخرجوا لك كاملين. وحتى الا ما فيك ما تقرا راه كاينه في القناه ديال دير الكيت، تقدر تدخل لها وتصنت القصه كامله وغتعرف مزيان شنو هو السجن المغربي. نرجعوا للموضوع ديال الخدمات الاجتماعيه. عندك مثلا واحد العامل ولا عام ونص مثلا كيعطيك واحد الجرده كيقول لك هاد الجرده تقابلها غتولي تجي تنقيها يوميا وتقادا، ولا تجي تصبغ واحد الحيط ولا تنقي شي حومه وتقرا. يعني مثلا تكون في الصباح انت عندك دراسه ديالك كتمشي ديرها، وملي كتسير في العشيه عندك كتمشي دير واحد العمل اجتماعي باش هكا نكونوا بصح كنديروا اعاده تاهيل. السؤال اللي هو مهم، واش هذا القانون غادي يعاون ان نسبه الاجرام تنقص في المغرب؟ وجهه نظري حيت هذه المساله غادي تقلل لنا الاكتظاظ اللي كاين في السجون. ملي يقلل الاكتظاظ في السجون غادي يقلل نسبه الجريمه. علاش؟ حيت مثلا تخيل حنا نعطيو ارقام، هذه الارقام راه غير دقيقه. مثلا عندك واحد السجن فيه 500 مسجون والطاقه الاستيعابيه ديالو مثلا 300 وعندك 200 زايدين. من بعد فاش انخفضات 500 انتقلنا ل 300 ولا 200، ديك الساعات الاطر اللي كاينين في السجون غيقدروا يديروا خدمتهم على اكمل وجه. ديك الساعات السجن غيولي كيدير لنا اعاده تاهيل، حيت ملي غادي تقابل واحد شويه ديال الناس ماشي بحال اللي مقابل بزاف ديال عباد الله ضروري ما كيوقع المشكل. غتقولوا لي عاوتاني اش داك دخلك وشكون انت باش تعطي رايك في هذا الشيء وهاد المسائل. واخا انا كنت كندير الاخراج لواحد البرنامج سميتو التائبون اللي صورت مع 30 شخص خرج من السجن بتهم مختلفه، و30 واحد كتجلس معاه بداو تهضروا ديو وجهوا في الهضره تعرف شنو في راسو. و30 اللي صورت معاهم اما اللي تعرفت عليهم راه اكثر من 30، حيت ماشي كاع الحلقات تقدر تصورهم. بنادم عرب هذا الصباح ذبح خونا وضربوا ضربه ديال الموت، فهمتيني؟ نحر. في الفترة ما بين 2011 و 2013 مع الممثل الصديق خالد شادلي ومع الكاتب والمؤلف عمر قرطاح كنا كنديروا جولة بواحد المسرحية، ومن ضمن البلايص اللي عرضنا فيهم المسرحية كانوا حبس سنترال اللي فيه أخطار المجرمين. دخلنا لداخل وعرضنا مسرحية وتلاقيت مع الناس اللي كانوا محكومين عليهم بالسجن بشكل مباشر، وكنت محظوظ حضرت واحد البروجي اللي كان إخراج الممثل والمخرج المسرحي رشيد العدواني وتحت الإدارة الفنية ديال أستاذي وعشيري جواد الكرويتي. وكنت محظوظ أني حضرت النقاشات اللي كانوا كيدوروا على هذا المشروع هذا، وكنت حاضر في العرض الاخر وتفرجت في العرض اللي قدموه المساجين في المسرح محمد الخامس بالرباط. يعني في الاخر انا هاد المسائل ديال السجون تعطيت لهذا الموضوع بزاف ديال المرات فريمون بزاف. الوغ تقدر تقول بانني عندي واحد الرؤيه واضحه للعقليه ديال الناس اللي خرجوا من السجن، خصوصا ان ملي كيجلس معاك انت ماشي بوليسي، بالعكس كيعاود لك كل شيء او كتسمع بودنيك كل شيء، كتعرف المعاناه ديالهم وكل شيء. هذا القانون هذا باش نقدروا نفهموه مزيان نشوفوا الدول اللي كانت كتطبق القانون ديال بالطريقه الكلاسيكيه كيف ما عندنا حنا في المغرب، كيفاش ولا المستوى ديال الاجرام في هذيك الدوله من بعد ما طبقوا هذا القانون هذا. ونقدروا ناخذوا مثال اللي هو واضح هو ديال الميريكان، وبلا ما يجي شي واحد يقول لي وكيفاش انت كتعطي مثال بامريكان وحنا في المغرب. شوف هذوك 9 شهور وحنا 9 شهور، ومازال المستوى ديال الجريمه اللي كاين في امريكان راه ما كاينش في المغرب. انا راه عطيتك دوله اللي فيها الاجرام اكثر من المغرب. المغرب راه حلاوه، تما في امريكان راه طق يا النيغا فردي كيحيدك، لدرجه ان العنف وصل عندهم في امريكان مثلا في شيكاغو اللي بان فيها ستيل ديال الدريل. الناس اللي كيتمسكوا الراب راه عارفين الدريل هذا. الدريل شنو هو ملي كيكونوا واحد كليكه جالسه في طوموبيل وواحد سايق بهم وكيدوزوا على الاعداء ديالهم ومن الزاج ديال الطوموبيل درجه العنف والاجرام اللي واصله في امريكان ولات فن وكيتغنوا به. نهار مازال الدراري اللي كيغنيو الدريل هنا في المغرب كيوت، فهمتي؟ دريل، فهمتي؟ كيديروا داك الدريل ماشي دريل والله ينجينا ما بغيتش داكشي اللي في امريكان هنا. يعني انا راه عطيتك مثال من ناحيه الاجرام
ما يكفس من المغرب. امريكان اول مره طبقات قانون العقوبات البديله في 2007، كان كيطبق ولكن بواحد ماشي بطريقه شامله، مي في 2007 ولا كيطبق. وهذا واحد المبيان اللي كيبين لكم نسبه الاجرام اللي نقصات من نهار بدا كيطبق هذا القانون ما بين 2007 و2015. وكاين بعض الدول اللي مشاو بعيد كاع. انا هاد اللعيبه ما كرهتش حتى يدار في المغرب. السيد الوزير الوهبي الا قدرتي تطبق لنا هذا القانون تا هو ديال برا راه ما كرهناش. هذا القانون مزيان. هو واحد القانون طبقه البرازيل، القراءه من اجل الحد من العقوبه. التجربه على المساجين عطات نتيجه مزيانه. البلان وما فيه هو ان على كل كتاب كيقراه المسجون كتنقص له 4 ايام. وماشي يقراه، لا، خصو يقراه ويدير عليه تقرير. وداك التقرير بيان سور كيتقرا من طرف الناس مختصين باش كيعرفوا هذا السيد واش غير قراه صافي ولا قراهم التحليل ديالو بان بانه اقتنع بالافكار اللي كاين في الكتاب. وهنا انا متاكد غيكونوا كيجيبوا لهم كتاب اللي كيعاودوا يأهلوهم ثقافيا باش السجن كيولي يعطيك مواطن صالح. وهذه المساله دايره لهم في البرازيل عنده الحق في 12 كتاب في العام، يعني كل عام كتنقص له من المده السجنيه ديالو 48 يوم. هذا حل، هذا حل ما كرهتوش انا يدار مساكن الناس اللي مضروبين بالطويل. هنا يجي واحد السؤال ديال ومن هذا القانون فيه هاد الحوايج كامل مزيانه للبلاد، علاش الناس هاد الناس اللي دايرين فيديوهات في كومونتيرات كينوضوا يعايروا هاد القانون وكيهاجموا وكيقول لك الفقراء هما اللي يدخلوا للحبس؟ نقول لك خويا انا بحالي بحالك، انا دخلت شفت لي زانترفيو، مشيت قلبت عليه في الانترنت بان لي هادشي وهذا الشيء اصلا اللي كاين بحال داكشي اللي وقع في المدونه اليومين هذا مازال ما خرجتش، والناس طبعا خرجوا مدونه وفرقوها في الانترنت، والناس خرجوا كيديروا عليها فيديوهات وساخطين وينقصوا الراجل وعيطوا للمراه. مازال ما كايناش. هاد الناس علاش كيقولوا هكا الله اعلم. مدونة الأسرة جاءت بمقتضيات جديدة واللي كتهم جميع المغاربة، خاصهم يعرفوا هذه المقتضيات الجديدة اللي جات بها، وهذه راه شي حوايج خطيرة جدا. ثاني حاجة وهو أنه في حالة الطلاق فالرجل ملزم أنه يخلص 20% من المدخول ديالو وكتسحب مباشرة من حساب ديالو البنكي. في حالة الطلاق أيضا يمكن للمرأة أنها تاخذ بيت الزوجية. كل واحد والدافع ديالو. المهم انا عندي واحد التحليل بسيط الا قبلتو عليا، هو ادسنس، حيت هذيك الهضره ديال الشعبويه وديال ويلعبوا على العناوين هذيك كتجيب طرف الخبز مزيان. كنقول لكم انا راه كاع كنفكر واحد الوقيته انا غندير بحال كنقول لكم خوتي المغاربه والموسيقى غندير لكم بحال هكا. خوتي المغاربه صافي البلاد ما بقى فيها والو. هذا هاد الناس باغي يكثروا الجريمه ويزيدوا من الفساد ويخليو بناتنا كيتمشاو في الشارع عريانين، يبقاو غادين ومتشردين وباغي الجريمه كتكثر. هاد الناس هادشي اللي باغن. فين غادي بهذا المغرب؟ فين غاديين؟ هذا الخطاب راه ساهل، وللاسف هذا الخطاب هذا هو اللي كيجيب فلوس في المغرب، والمغاربه ما عرفتش كيتبعوا هادشي علاش. واي سير قلب بيديك، كاين الانترنت اصدقائي تلقى كل شيء. ركزوا معايا مزيان، اي واحد شفتوه كيدوي كيقول لك انا مناضل حقوقي وداير قناه كيربح منها الفلوس، تاجر. ما يمكنش النضال كيدار من اجل الوطن. ما يمكنش كتقول لي انت مناضل وانت مخدم ادسنس. انا من بعد فاش قلبت هذا القانون ديال العقوبات عطيت رايي، حيت في الاخر انا تبازيت على الاسئله اللي كنت كنشوف في الانترنت وكنشوف الناس الحوايج اللي مكعياهم ودرت عليهم هذا الجواب هذا. في الاخر واحد الحاجه بغيت نركز عليها حيت كاين اللي يتهمني واحد الاتهامات. انا ما تابع حتى شي تيار سياسي، انا تابع التيار ديال عندي واحد الناس بعض المرات كيسمعوا رايي في شي لعيبات كنبغي نفسر لهم بهذه الطريقه هذه. اما انا ما على باليش انا، حيت هذه المساله كيبان لي بان فيها مصلحه لهذه البلاد هذه، وبان كاين بعض الناس للاسف واش ما فاهمينش، واش كيبغي ويعطيو واحد الصوره غلطه لشي حوايج. ما نعرف كل واحد ونيته. ما انا منين وصلت هذه القناعه هذه كنقول فهمتي راه ماشي 100% انا كلامي صواب يحتمل الخطا وكلام غيري خطا يحتمل الصواب. كنقول يمكن بان لي هذا القانون هذا يقدر يصلح المنظومه السجنيه في المغرب وما كرهتش. واحد الحاجه مهمه بزاف، الناس اللي باغا دير الاجر، كنتي باغي دير الاجر مثلا كتقلب على شي فكره. نعطيكم واحد الفكره. في الحبس في السجون المغربيه كاين واحد النوع ديال المساجين كيتسمى ولاد بالنيكس. هادو ولاد بالنيكس هادو هما اللي كيكونوا عندهم احكام سجنيه طويله او قصيره او متوسطه، ولكن ما عندوش عائله. حتى شي حد ما كيجي يزورو، ما كتجيه لا زياره لا والو ما كيجيب له حتى شي واحد من برا، مكتفي بداك الشيء اللي كيتعطاه في السجن. والسجناء دايرين واحد التضامن بيناتهم، مثلا اللي جاتو شي قفه ولا شي حاجه كيحيد واحد لابار داك السيد فهمتيني اللي ما كيجي عنده حتى شي حد. غتقول لي راه سر وراه ارتكب جريمه متفق معاك، ولكن واحد مثلا مضروب ب 15 عام ولا مضروب ب 20 عام مثلا الله يستر ودوز 10 سنين، انا ما بقاش نفس الشخص. هذاك السيد راه ولا شخص اخر يكمل العقوبه ديالو، ولكن انا كيبان لي ان هاد الناس يستاهلوا الاجر. حتى شي حد ما كيفكر فيهم. صيفطوا شي لعيبه كيداير في
صحيحتك بخير، ما كتعرفنيش ولكن اخويا لوجه الله كنصيفط لك هاد مثلا هاد القيطمه هادي ولا هاد السبرديله هادي ولا هاد الماكله هادي كنصيفطها لك وكنسول فيك مره. هادو الناس اللي باغيين يديروا الاجر كنقترح عليكم هاد اللعيبه اللي عجبتكم، حيت هادوك الناس فريمون مكرفصين. الوغ الا وصلتي معايا حتى لهاد اللحظه هادي تنساش انك تخلي لي لايك ضروري وتخلي لي كومونتير ضروري نتناقشوا في هذا الموضوع هذا. نتمنى انني نكون جاوبت على كاع الاسئله اللي دايره في الريوسه ديال الناس على هذا الموضوع هذا. والى هنا والهكم واحد، نتلاقاو في الحلقه الماضيه.